السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ، أنا أشرف، ودي قناة دروس على الماشي. المرة اللي فاتت أول ما عملنا فيديو نعمل إزاي برزنتيشن للتصميمات وننزله على البورتفوليو بتاعنا أو على البيهانس بتاعنا، فجاني سؤال إزاي أصلا أنا عملت التصميمات دي من البداية. فبسم الله الرحمن الرحيم، النهاردة كده هنبدأ نتعلم أو نعرف إزاي عملنا التصميمات دي أو جمعنا كل العناصر دي بشكل سهل وبسيط. بسم الله كده، أول حاجة نختار اللون ده، الخلفية، نعمل مشروع عشان نشتغل بشكل الجريد ده، يكون التصميمات متصلة ببعضها. هو التصميم أصلا يعني 1080 في 1350، فهنروح عند 1080 دي، هنعمل علامة النجمة دي ونضرب في 3 أو نكتب 3. كده هو هيقسم لي 1080 دي في 3. هنا اتنين مش 3. احنا عاوزين تلات تصميمات بالعرض واتنين بالطول. نعمل 1 2 3 4 5 6، يعني كده 3 وكده 2، بحيث كده هنضرب 1080 في 3 و1350 في 2، فدي المساحة المظبوطة. لو خدنا الشكل اللي احنا عملناه ده ضفناه هنا وعملنا الخطوات بتاعة الجايدز اهي كده مظبوطة. أول خطوة نعملها ناخد سوليد كلر للخلفية دي كلها. ده اللون بيج، وده اللون النبيتي اللي هيكون في النص، أو اللون اللي هو المكمل للبيج. احنا كده عملنا الخلفية وعملنا الشغل المساحة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها. بعد ما احنا عملنا التصميمات، عملنا الخلفية وعملنا وجسمنا الجريد وجسمنا كل الكلام ده وحددنا كل الأماكن دي. ايه فكرة التصميم؟ التصميم بالظبط هو مطعم مصري بيبيع أكلات مصرية، بس مش في مصر، هيكون في الإمارات. فاحنا حبينا نضيف ايه؟ مثلا يعني الإمارات رمزهم مثلا النسر، فأنا حبيت أجمع ما بين الطابع المصري اللي هو العيش البلدي والملوخية والبشاميل والكلام، كل الكلام ده، مع شوية تريكات كده أو لمسات من الثقافة الإماراتية. وهنا معانا طبق الملوخية، ومعانا سجادة هي محطوطة على سجادة مثلا، وفي ورقة هنا، دي مدموجة ما بين رمز الإمارات اللي هو النسر مثلا، والطابع اللي هو ورقة الطوابع دي المصرية القديمة. وفي منها برضو في الإمارات دي، يعني في منها زي دي كده صور كده، بس أنا ما حبيتش الصور دي يعني. المهم نرجع تاني، ده طبق الملوخية الأساسي، ودي السجادة، فهناخدهم من الاتنين أو التلاتة مع بعض، نضيفهم زي بالظبط تصميم، نضيفهم هنا. ادي طبق الملوخية. طبعا كل الماتيريال دي وكل الصور دي هتلاقيها تحت الفيديو في لينك درايف، انا رافعه لك كل الكلام ده كله مع بعض. هنجيب اللوجو نضيفه فوق هنا. لو لاحظنا في الصورة التانية في باترن كده، او في زي ووتر مارك في الخلفية كده، دي باترن انا واخدها من السجادة دي، بس مش هي زي السجادة، زي صورة عادية يعني، تضيف لمسة للخلفية ما تخليهاش سادة كده مثلا. هنروح عادي ناخدها ونضيفها هنا، بس احنا ممكن نعمل حتة حلوة، يعني نرفعها مثلا كده بحيث تدخل معانا في الصورة دي. تدخل الصورة دي مع الصورة دي، وبعد كده احنا تمام. التصميم ما فيهوش اي افتكاسة او اي يعني حاجة صعبة. هناخد النصوص، نكتب النص بتاعنا اللي هو جايلك في البريف بتاعك، هتاخده، تاخد اللوجوهات بتاعت اب ستور وجوجل بلاي دي، واطلبها، والخصم، ناخد كل الكلام ده. انا مكسل اكتبه، يعني انا مكسل اكتبهم اصلا، فانت ممكن تكتبهم بقى براحتك. احنا كده مثلا يعني خلصنا اول تصميم يعتبر.
بس في تركاية هنا، اللي هي الشادو بتاع طبق الملوخية ده. احنا ممكن نعمله بشكل بدائي جدا جدا. نرسمها، نرسم كده تحت الطبق ده. نرسم الشيب، خلي لونه اسود. فلتر، بلور، جوزن بلور. ماشي. هنزود بحيث نموت الأطراف خالص. وفي أكتر من طريقة طبعا، فدي أسرع، ممكن أسرع طريقة بالنسبة لي يعني. ونروح عند الأوباسيتي فنخففها شوية. فكده قبل، كده بعد. بس فده كده أول تصميم. لا مش عايز أحفظ. ده كده أول تصميم خلصنا منه. أنا دي مش داخلة دماغي يعني. فكده أول تصميم احنا خلصناه. وبس كده يعتبر أول تصميم. واللي هو يعني كل التصميمات زيه عبارة عن عنصر، والخلفية دي اللي هي السجادة دي، أو ممكن من غيرها. يعني في تصميمات من غيرها اهي، زي البشاميل دي. بس ونضيف ممكن العنصر بتاع الخصومات ده، اللي هو الطبعة دي ولا الورقة دي يعني. بس فالتصميم عادي جدا وسهل جدا ونخلصه بسرعة. الكلام النص كل الحركات دي، ادي كل الكلام برضو زيها. دي انا حبينا يعني نقسم التصميم على صورتين، بحيث ممكن لما تضيف التصميم ده على انستجرام مثلا هتظهر الصورة دي وجنبها الصورة دي. بص يا سيدي، فاحنا بعد ما خلصنا اول تصميم، انا هسيب لك الباقي انت تكمله مع نفسك. هسيب لك كل الماتيريال دي وانت تطبق براحتك، وهسيب لك الفونتات وهسيب لك كل الكلام ده. نيجي بقى ايه، ازاي نحفظ الكلام ده كل واحدة صورة لوحدها، يعني ما تظهرش صورة كاملة. زي الصورة دي مثلا، لا ما تظهرش كده. انا عايز احفظها صورة صورة، يعني صورة كده لوحدها ما تظهرش كده، بحيث تكون كده. احنا فاكرين الجريد اللي احنا عملناه، او الجايد اللي احنا عملناه، مش الجريد. فنروح هنا نختار اللي هي سلايس تول. تمام. سلايس فروم جايدز، هندوس عليها تكة واحدة، هتلاقيه تلقائي قسم الصور. ادي 1 2 3 4 5 6. يعني هو بيقسم انت زي ما انت حاطط اللاين ده فين. يعني انا مثلا حاطط الخط ده هنا، حطيته في نص الصورة دي. هيقسم الصورة دي والصورة دي الاتنين، او هيقسم الصورة دي، كل الصورة الواحدة دي هيقسمها الاتنين. انا دوست هنا مثلا تاني، هتلاقيه بص عمل 1 2 3 وهكذا. نرجع تاني الخطوة اللي فاتت. عند الحفظ هنروح عند فايل، بعدين اكسبورت، سيف فور ويب. مش هنختار سيف از او سيف العادية، سيف فور ويب. وبعدين نختار المكان. هو بيحمل هنا، نتأكد ان الصيغة PNG 24. تمام. بعدين نختار المكان اللي هنحفظ فيه وندوس سيف. فأنا مش هحفظ عشان أنا حافظهم، وبعدين هو هيحفظ تلقائي. هتروح هتلاقي هو عمل لك الصور دي، كل الصور دي لوحدها كده. يعني بدل ما هي صورة واحدة كده، لا هتلاقيه عمل الصور دي كل صورة لوحدها. وبس كده يا سيدي، كده الدنيا كلها سهلة. وعرفنا ازاي. هو انا ما شرحتش بالتفصيل عشان هي خطوات مكررة. يعني احنا عملنا التصميمات دي تكوين، هو مجموعة ليارات بنحطها ورا بعض او بترتيب معين، فبيظهر شكل التصميم كده يعني. أه لو في اي استفسار او اي تعديل حابب تضيفه، يا ريت ما تنساش تكتب لي كومنت. فشكرا لكم، السلام عليكم.